السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا فيديو جديد. اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. نبدأ بقى يومنا بسم الله. اول حاجة هبدأها معاكم الركنة. قلت اول حاجة روق الاول. لا اصلا النهارده بقى اليوم لسه طويل، بقى نعمل بقى حاجات كتير مع بعض، بس قلت اول حاجة ابدأ بيها البيت. وهنا بقى بعمل الركنة. بصوا بقى هنا يا بنات، انا شلت الكسوة بتاعت الركنة. انا عندي بقى زي ما انتوا شايفين الركنة اصلا لونها بني، فانا شلت الكسوة بتاعتها وكده عشان تتغسل، وفرشت مكانها الملايات الصفرة دي. اهم حاجة يا بنات ان انتوا تغطوها، ما تسيبوهاش كده من غير غطاء عشان ما تتبهدلش، خاصة لو عندكم اطفال، عشان انا عندي ولادي والايد وكده واللعب وكده، فبخاف تتبهدل. فصراحة بغطيها على طول، دايما اشيل الكسوة بتاعتها واغطيها باي حاجة، بملاية، باي حاجة. بس هنا بقى كنت فرشتها معاكم اهي. اعمل بقى الارض. شلت طبعا السجاده زي ما انتوا عارفين، كنت قايله لكم قبل كده ان انا ما بحبش السجاد في الصيف عشان بيبقى الجو حر وكده. ودي خفيفه، وان انا بشيلها كل يوم عشان اكنس. بحب اشيل اصلا واكنس السيراميك كده، يعني اكنس الارض كويس. بس انا السجاد كنت فرشاها يعني في العيد بقى وكده، وقلت افرش الشقه كلها. بس في العادي انا في الصيف الجو حر عندي جدا، فعشان كده بشيل السجاد، بحط بس الحافظه والمشاية بس اللي تحتها كده، بس عشان تبقى ماسكاه، عشان ما نزحلقش الولاد يعني هما بيلعبوا كده. بس هنا بقى خلاص كنت خلصت برضو الارض، وبمسح بقى الترابيزات. انا على طول ايدي فيها يعني، فهي ما فيهاش تراب، يعني حاجات بسيطه، وانا مسحتها كويس يعني. بس وشلت برضو الفازات برضو. خفت صراحه ابني يكسرهم، يخبط فيهم كده مع اللعب فيقعوا يتكسروا كده، فشلتهم. عشان اصلا احنا قعدتنا كلها هنا في الركنه، فقلت تبقى الحاجه كده ما فيهاش حاجه كده تتكسر، او فاهمين يعني يا بنات. بس وزائد برضو الترابيزه الازاز، برضو خفت ان ابني برضو يتخبط فيتعور. ده بقى هنا كده بعد ما روقتها. عادي يا بنات، يعني مش مشكله حتى لو فرشتوا ملايات في العادي وما فيش كسوه للركنه عندكم، مش مشكله. انا عارفه ان الركنه بيبقى شكلها حلو من غير حاجه، بس طبعا عشان البهدله ما تتبهدلش منكم طبعا. غسيلها بيبقى متعب، وفي نفس الوقت الحاجه اما تبقى شكلها جديده ونضيفه كده هتبقى حلوه. فالافضل يا بنات ان انتوا تغطوها، ما تسيبوهاش كده بقى عريانه. بس كده خلصت بقى الركنه. هعمل بقى هنا عند السفره. دي كتب بنتي، كانت مطرح ما الميس كانت موجوده وكده. هتقولوا لي انتي في اجازه، هقول لكم ايوه، بس انا عندي بوقف كله ما عدا الانجليزي. الانجليزي صراحه مش بوقفه خالص، بخاف انها تنسى، ان هي اصلا لسه صغيره، يا دوبك لسه مخلصين التاسيس، فبخاف انها تنسى وكده، فالانجليزي مستمر معايا. اما المواد التانية عادي، احنا واخدين منها اجازه زي المدرسه يعني عادي. هنا بقى حاطه بقى البروازين دول. المكتبه اللي انتوا شايفينها دي اللي حطيت فيها حاجه بنتي. دي انا حطاها هنا جنب السفرة، علشان جنب هنا المدرسة بتيجي والمذاكرة بتبقى كلها على السفرة وكده، فقلت عشان تبقى جنب ايديها يعني، متبقاش بعيد. بس هنا بقى معاكم، هنا ما شلتش السجادة، ان زي ما قلت لكم هنا القعدة مش بتبقى من ناحية السفرة، فدايما الارض مش بتبقى متبهدلة يعني، عادي ما بكنس كده حواليها وعليها كده نفسها عادي. اما التانية لازم اشيلها مطرح الاكل وبهدلة الولاد وكده، فلازم اشيل الحافظة وانفضها واكنس كويس، فاهميني طبعا يا بنات. بس اما هنا مش بتبقى متبهدلة قوي، بسيط يعني، فبكنسها دايما كده زي ما انتوا شايفين. فين بقى اللايك يا بنات؟ بقى شجعوني يا بنات. انا عايزه اقول لكم ان بجد اليوم ده انا تعبت جدا جدا والله يا بنات. هنا بقى قدام باب الشقه بقى لميت التراب. هنا بقى انا فرشه زي ما قلت لكم ان دي فرشاها كده صغيره، بس عشان اصلا مطرح الرجلين وكده، فما مرضتش افرشها كلها، تبقى يعني على مشاية صغيره كده، ما تبقاش ما تبقاش واخده المكان كله كده، ان كده كده بتاخد بهدله الرجل.
هنا بقى كنت خلصت. هنا بقى حطيت الفازة فوق، والفازة التانية شلتها فوق الدولاب بصراحة عشان خفت من ابني يعني. ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظ اولادكم. هنا بقى كنت خلصت البيت. ونبدأ بقى الغدا معاكم. يا ترى بقى يا بنات هنعملوا غدا ايه النهارده؟ هتشوف. اول حاجه جبت هنا بصلتين كبار، قطعتهم شرايح كده زي ما انتوا شايفين. قطعوها شرايح رفيعه جدا يعني ما تخليهاش سميكه، عشان انا هنا هعمل معاكم كشري. بس عشان كده قلت لكم تقطعوها بقى شرايح رفيعه. هنا بقى كنت قطعت البصلتين. انا هنا عشان بنحبوا البصل فزودت يعني. انتوا ممكن تعملوا بصلايه واحده، انا هنا عملت 2 بقى عشان كلنا بنحبه. بس هنا بقى احط عليه دقيق، احط عليه شويه دقيق. هو يعني الافضل ان برضو يبقى ناشف، بس انا عندي يعني زي ما انتم شايفين ما كانش فيه ميه يعني. وحطيت بقى شويه دقيق، وحطيت نشا. حطوا بقى معلقه معلقتين زي ما انتوا حابين، على حسب بقى اللي انتوا على كميه البصل اللي انتوا مقطعينها. انا هنا كنت حطيت معلقه. عايزه اقول لكم كمان ان في بصل بيتباع جاهز متقطع جاهز وكده، بس بيبقى صغير قوي وبيتحرق بسرعه. فانا صراحه انا بحب البصل اللي بقى بعمله في البيت يعني، ما بحبش الجاهز. بيبقى بيجاهز جاي متقطع متجفف وبيتقلى على طول، بس مش بياخد وقت وبيتحرق وطعمه مش بيبقى حلو يعني. بتاع البيت ده احسن. هنا بقى حطيت الطاسه على النار. زيت سخن. اول حاجه طبعا ببدا بيها البصل عشان هتشوفوا هبدا بيه الاول ليه. سخن بقى ونزلت بقى بالبصل. ما تملوش الطاسه يا بنات عشان ما يبقاش فيها بصل ما تقلاش كويس، يبقى طري كده ومش مقلي كويس. فحطوا على قد ما الطاسه هتاخد، ما تحطوش كتير مع بعض. وخلي بالكم برضو ايدكم تبقى فيه لانه بيتحرق بسرعه، فيعني ما تسيبوش على النار وتعملوا حاجه. ايدكم تبقى فيه تقلبوا كده. بس او الرصه زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. عايزه اقول لكم ما خدتش وقت، البصل بيتقلب بسرعه يعني. هنا بقى كنت حطيت رصه كمان. خلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. هنا بقى اهو خلصت كميه البصل كلها عندي. انا هنا عملتها على 3 مرات. مش مشكله يا بنات، هو كده كده مش بياخد وقت يعني. هنا بقى جبت حله. انا قليت اول حاجه يا بنات في البصل عشان انا هاخد الزيت بتاع البصل هعمل بيه كل حاجه هتشوفوا دلوقتي. هنا بقى اخدت كام معلقه كده، وهنزل بقى بالكوبايه مكرونه شعريه او اقل، زي برضو على حسب برضو الكميه اللي انتوا هتعملوها. قلبوا بقى كويس وايدكم برضو في المكرونه عشان ما تتحرقش. بس قلبوا بقى فيها كده لحد ما تاخد اللون البامبي او البني الفاتح ده زي ما انتوا شايفين كده. ما تبقاش النار عاليه قوي يعني، تبقى متوسطه كده يا بنات. بعد كده بقى هنزل بالرز بتاعي برضو كانت كوبايه. بعد كده هنزل بالعدس. انا العدس كنت نقعته في ميه سخنه ساعه. لو مستعجله عليه تنقعيه في ميه سخنه ساعه. لو هتنقعيه قبلها مثلا بكذا ساعه مثلا تبقى ميه عاديه. بس المفروض ان انت تنقعيه يعني عشان تساعدي في السوا يعني. يا اما لو عايزه تعمليه لوحده تسلقيه لوحده من غير ما يبقى على الرز يعني وكده والمكرونه لوحده عادي. بس انا بقولك الطريقه دي اسهل. بس نزلت بيه بقى قلبت كويس. وهنا بقى كنت غاليه الميه في الكتل، تحطي الميه سخنه، تحطيهاش بارده من الحنفيه، حطيها سخنه. ويدوبك الميه بقى تغطي بقى الكميه اللي عندكم كده. تبقى مغطيه الرز كده مش بكتير يعني، اقل من طريقه الرز يعني، تبقى زي طريقه الرز بس الميه اقل بحاجه بسيطه يعني. لو تحس ان هي غطيته كده
وبقى تنزلوا بقى بكميه الملح بتاعتكم. وحطيت انا شويه كمون، مش عايزين تحطوا كمون عادي، بس انا حطيت شويه كمون صغيرين. بس تغطوها بقى وتسيبوها بقى كده لحد ما تتشرب وتوطوا عليها. هنا بقى عندي كانت اتشربت فرجعتها ورا على العين الصغيره دي ووطيت خالص. انا ما بحطش الشياطه وكده، بس بوطي خالص وبحطها على العين الصغيره اللي ورا دي. هنا بقى هسلق المكرونه، برضو حطيت ميه سخنه في الكتل كده بسرعه بسرعه كده تبقى بتنجز معاكي. بعد كده بقى نزلت بشويه زيت وملح، معلقه ملح. بعد كده بنزل المكرونه بتاعتي. هو على كميه الرز والعدس اللي انا عملته يعني ده، المفروض تحطي نص كيلو مكرونه، يعني كيس واحد. بس انا هنا زودت المكرونه عشان كنت محتاجاها يعني لتاني يوم وكده، كنت محتاجه بس مكرونه مسلوقه لتاني يوم فزودت. اما هي طبعا مش الكميه دي كلها، مش على الكميه اللي انا عاملاها بتاعه الرز دي، كتير شويه يعني، زودت شويه. فاهميني يا بنات؟ طبعا الكيس اللي انتوا شفتوني انا فضيتها دي ما كانتش كامله، يعني كل كيس كان فيه شويه فحطيتهم. اما طبعا الكيس ما كانش مليان، يعني ما كانش في نصه مثلا، لا كان اقل، كان شويه صغيرين شويه وشويه كده. هنا بقى رجعت المكرونه ورا عشان اعمل معاكم الصلصه. هنا بقى جبت حله برضو. اول حاجه برضو هاخد من الزيت. طبعا بصوا لو خدتوا بالكم ان الدقيق نزل خالص في الطاسه كده، في قعر الطاسه، وانا خدت ده. بصوا انتوا شايفين الزيت نضيف يعني. بس هنا نزلت بقى بالثوم، تقلبي بقى تقلبتين برضو حلوين كده ياخدوا لون، بس برضو ما يغمقوش، ما تغمقهمش قوي، اصلا الثوم ما بياخدش يعني، ما بياخدش وقت، بياخد لون بسرعه. بس هنا بقى انا بنزل كده بمعلقه صلصه واقلب برضو تقلبتين. بعد كده بقى بنزل بالطماطم، هنزل بالطماطم بتاعتي. عايزه اقول لكم هيبقى احلى طبق كشري هتاكلوه والله، جربوا الطريقه دي. بس هنا بقى انا كنت ضربتها وصفيتها، يعني دي طماطم بعد ما ضربتها صفيتها ولازم تصفيها. يعني هنا بقى بهاراتي ملح، سكر، بابريكا، كمون، كزبره، شطه، فلفل اسمر. ممكن ناس تانية كتير تقولك لا انا مش هحط ولا كزبره ولا كمون، عادي. انا حطيت من الكزبره والكمون شويه صغيرين وشويه صغيرين، ما حطيتش كتير ان هم يغيروا الطعم او يدوا مثلا ما يدوش طعم الكشري، لا انا حطيت شويه صغيرين وشويه صغيرين. والبابريكا انا بحب احطها، مش بتدي يعني، مش بتغير طعم خالص. والملح والسكر، السكر اصلا بيعادل الحموضه، وفي نفس الوقت اصلا بنحطوه يعني على اي طبيخ كده فبيبقى طعمه حلو، بيدي طعم يعني مع الملح والفلفل الاسمر. بس وحطيت خل. حبيت بس اقول لكم يعني، هنا بقى كنت حطيت الخل معاكم، شويه خل بقى صغيرين بس، وسبتها بقى تتسبك. هنا بقى المكرونه حطيت شويه زيت، هنا بقى كنت صفيتها وحطيت بقى شويه زيت صغيرين كده، وحطيت المكرونه وقلبتها كويس. وهنا بقى عايزه اقول لكم بص يعني كانت تحفه والله الصلصه بجد. عايزه اقول لكم ده كان لونها الحقيقي، بصوا لونها محمر جامد ازاي، ده لونها. انا عايزه كنت بقى انا قربت اصلا الكاميرا عشان اوريكم لونها. اهم حاجه يا بنات ان انتوا تصفوها. هنا بقى خلصت، تعالى بقى نقدمه بقى يا بنات الطبق. شايفين برضو عملته بالطريقه اللي كنت قايله لكم عليها قبل كده، اللي هو ميه بتتشرب، بوطي 10 دقايق بالكتير وبطفيه واسيبها تكمل بقى سواها بالبخار. في ناس عادي على فكره هتقعدي تقلبي فيها برضو موطيه وحاطه الشياطه عادي، هتعمليها بالطريقه اللي قلت لك عليها برضو عادي. بس هنا بقى حطيت شويه.
تحطي بقى كده شويه مكرونه على الوش. انا اصلا في العادي بحب الاسباجيتي اكتر يعني، بس لازم تحطي تنوعي كده وكده، عشان انا اصلا من الاطفال عندي ولادي يعني مش الاسباجيتي مش بيعرفوا ياكلوها قوي، فبحط برضو المكرونه التانية. وهنا بقى البصل بتاعي، بعشق البصل يا بنات مع الكشري، وولادي برضو بيحبوه، كلنا بنحبه صراحه. وهنا الصلصه بتاعتي ما اتسبكتش قوي يعني، اللي هي سايله برضو شويه، لان بتاعه الكشري لازم تبقى مش متماسكه، بقى تبقى سايبه شويه. احط بقى هنا شويه كده على الوش. بس احط بقى شويه بصل كده برضو فوق كده. هنا كنت حطيت شويه صلصه يعني عشان لو كنا عايزين نزود. وهنا كنت حطيت عليها شطه يعني، هنا في واحده حاميه والتانية عاديه الصلصه بتاعتي. بصوا بقى بصوا الجمال يعني بجد، يعني كان تحفه والطعم كان روعه. جربوها يا بنات بجد هيعجبكم قوي والله. وهنا بقى كان كماله يعني عملت طبق تاني صغير. هو باين لكم في الكاميرا انه كبير، بس الطبق ده اصلا كان صغير. حطيت بقى كده برضو صلصة عشان محتاج برضو يزود، زي ما بيقولوا كده ده طبق كمالة. هتاكلوا وتشبعوا، ومش هيبقى زي ما بناكل نجيب طبق من بره بيبقى بقد كده بمبلغ ومش بيشبع. هنا بقى زي ما انتم شايفين الرخامة وما تبصوش بقى يا بنات بعد ما خلصت بقى الغدا. كان لازم بقى اقوم اخلص المواعيني وكده، كان لازم يعني. انتوا كنتوا شايفين الرخامه كانت متبهدله خالص ازاي. بس اقول لكم يا بنات لازم الواحد يجي على نفسه شويه. مش معنى ان تيجي على نفسك يبقى تموتي نفسك، تبقى انت اصلا مش قادره بجد وخلاص جبتي اخرك وتقومي. مش قصدي لو انت خلاص تعبتي بس مش قوي يعني، وممكن تقدري تيجي على نفسك شويه. اعملي كده، لان انا اليوم ده تعبت جدا جدا. بس لو كنت سبت المواعين لتاني يوم كان بجد الموضوع بالنسبه لي هيبقى صعب قوي. اوقات برضو عندي اوقات كتير بسيبها، بس بس يعني بحب في الافضل ان انا اعملها اقوم كده رايقه ما عنديش مواعين. بس لما بكون تعبانه جامد ومش بقدر بجد بسيبها. بس انا بقى كده قلت بقى لازم اقوم اعملها، لازم تخلص. بعد ما خلصت خالص كنت تعبت، بس كنت الحمد لله خلصت كل اللي ورايا. قمت تاني يوم صراحة يا بنات مفيش بقى مواعين البيت يعني، روقته كده يعني لان ما كانش متبهدل قوي. بس والاكل برضو زي ما انتوا كنتوا شفتوا كده انا كنت مزوده شويه مكرونه، فعملت لها بقى صلصه وكده بقت مكرونه بصلصه وكده. بس يعني الواحد مش بيحاول يجهد نفسه قوي يعني، تعملي كل اللي وراكي يعني. ولو في استطاعتك ان انت تعملي اكتر هتعملي، بس انا بتكلم في ان مش لازم كل يوم ضغط يعني. الواحد برضو يوم يبقى فيه ضغط، ويوم يبقى الدنيا تبقى يعني ما فيهاش حاجات كتير، ميبقاش فيه ضغط عليكي عشان الدنيا تمشي برضو. لان حتى لو ما فيش مواعين وكده والاكل حتى لو فيه بواقي او مثلا مش هتعملي اكل اللي بقى مجهد، بس برضو بيبقى في حاجات تانية ممكن، لو في هدوم، في مذاكرة للأولاد، في حاجات تانية كتير برضو ممكن. بس يعني عايزة اقولك ان يعني ما تضغطيش نفسك كل يوم، على قد ما تقدري كده يعني ظبطي وقتك يعني بمعنى اصح. بس هنا المواعين كانت كتير صراحة، بس ان شاء الله تخلص. فين بقى اللايك يا بنات يعني بعد التعب ده كله بعد ما شفته طلع عيني اليوم ده كله يعني؟ ما تستخسروش اللايك فيا يا بنات بجد بيشجعني والله. يعني لما بلاقي كده في تقدير واللي بيخش بيحط اللايك بتاعه كده بتشجع، ابقى عايزه اعمل فيديوهات تانية اكتر. فاللي يخش يا بنات يحط اللايك يعني، فضلا وليس امرا.
انا بقى بقعد كنت بقى بغسل الفوطه كذا مره عشان الميه ما تنزلش بره يعني. بس جربوا بقى يا بنات طريقه الكشري زي ما عملتها كده، وبجد هتعجبكم قوي. ولو حد بقى جربها وعجبته هي ان شاء الله هتعجبكم يعني، اكتب لي بقى في التعليقات. انا خلاص بقى كده كنت في الاخر كده بقى كنت بغسل المعالق كده. أنا كنت يعني غسلت كده كمية المواعين كلها يعني، وكده بقى كنت بعمل بقى في المعالق اخر حاجة. محدش بقى يعلق يقول لي ايه كمية الصابون دي كلها، انا بحب اغسل الحاجة كويس عادي يعني. انا بجيب الصابون نوع نضيف فبيديني رغوة، بس مش بستهلك كتير يعني. يعني انتوا تحسوا ان انا بحط كتير، لا بس هي مش كتير، هو عشان بس الصابون نوعه كويس فبيديكي رغوه، بيبقى مركز. فانت اصلا مش بتحطي كتير، تحطي شويه ميه وشويه صابون صغيرين عليها بتديكي الرغوه دي. هنا بقى كنت خلاص خلصت وشطفت المواعين، مرضيش اطول الفيديو عليكم. وهنا بقى كانت النهايه. الحمد لله خلصت خالص، يومي كان خلص. يلا بقى يا بناتي حطوا اللايك بقى يا بنات، اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامة.